تعالي أقول لِك يا ست الكل، طول عمرنا وإحنا بنخزّنها غلط، اللي يقول لِك تخزّنيها كده وتخزّنيها كده ومش عارفة تعملي لها إيه والكلام ده كله، كل ده غلط في غلط. تعالي أقول لِك على الطريقة الصح، اللي تقعد معاكِ من السنة للسنة من غير ما لونها يسود ومن غير ما يجرى لها أي حاجة، الملوخية الخضرا، حتى بُصّي لونها وبُصّي العرق بتاعها والقوام بتاعها حلو وجميل إزاي. إحنا جبنا الملوخية الخضرا، بس هنا اختيارِك للملوخية هو يكون الاختيار المضمون. بمعنى إن أنتِ تجيبي ورق الملوخية كده، تكون الملوخية لسه صابحة، طازة كده عند الست الفلاحة أو في السوق، تنزلي الصبح بدري تجيبي لِك كده بوكيه ملوخية كده حلو ومورّق كده أو مخضر. بُصّي دي الورقة الحلوة اللي تنفع معاكِ في التخزين، أولًا بتبقى مسكّرة، وثانيًا العود بتاعها ما بيبقاش فيه طينة خالص أو أي رواسب، تلاقي كده العود الملوخية كده إيه، سِرِح ونضيف. هنجيب بقى الملوخية الحلوة دي هنقطّفها ونغسلها كويس جدًا تحت مَيّة جارية، وهننشّفها على فوطة أو ملاية مطبخ، نسيبها لمّا تنشف نهائي، وهنجيب معلقتين توم مهروسين وقرن فلفل، دي بقى التركاية اللي باقول لِك عليها، وهتخرطش الملوخية، هتخرطيها في المخرطة، تخرطيها في الكبة براحتك مش هتفرق معانا. هنجيب حلة على النار فيها كوبايتين مَيّة، ننزل بمعلقة سكر ومعلقة كربوناته، هندّيها بس إيه تقليبة واحدة، بعدين هننزل بالملوخية. الملوخية هنا يا حبيبة قلبي أنا خرطت نُصّها في الكبة اللي هي يا دوبك كسّرتها وبعدين إيه كمّلت بقية تخريطها على إيديّا. هنا بُصّوا هتاخد غلوة واحدة، غلوة واحدة فقط لا غير، وهاشيلها من على النار، أنا مش عايزاها تغلي هي غلوة واحدة. هنا بقى أنا هاعمل إيه، هاعمل شوية شوربة كدّابة، هي ما طلعتش كدّابة ولا حاجة بس هي كدّابة. بُصّي خضار الملوخية، بُصّي لونها، الله أكبر على ملوخية تخزّنيها من السنة من السنة وأنتِ حاطة رجل على رجل، وتتحدّي بيها أي حد. هنا أنا جِبت شوية شوربة، كوباية شوربة عليها معلقة توم مهروسة، معلقة كزبرة، ملح وشعرة فلفل أسود، وقلّبتها وبُصّي ونزلت بالملوخية. بُصّي بقى عرق الملوخية وقوام الملوخية، علينا النور كان عمّال يروح وييجي، عمّال يقطع، إحنا مش عارفين إيه الغُلب اللي إحنا عايشين فيه دوّة، كل شوية النور عمّال يقطع ويروح وييجي، يعني لو ما كانش النور قطع كنت كمّلت بقية الملوخية في الكَبّة. بس أهم حاجة وأنتِ بتخرطيها مش عايزاها يكون فيها مَيّة خالص. تخرطيها وهي ناشفة، وثانيًا ما تضيفيش عليها مَيّة وأنتِ بتخرطيها. جبنا طاسة حلوة كده على النار فيها معلقتين سمنة كده، وخلّي إيديكِ يكون فرطة فيهم، مع معلقة توم كبيرة مفرومة، عشان نعمل الطشة بقى للملوخية اللي إحنا عملناها، يعني عملنا ملوخية مش هنعمل طشة، ده حتى ما يبقاش اسمه كلام. هنا الكلام عندنا، كل الجديد هنا وبس، ولا تقولي لي بقى تخزّنيها الورقة بورقتها ولا الكلام ده. هنا نزلنا بمعلقة الكزبرة على التومة، وهافضل أشوّح فيها وألوّح. أيوه، هنشوّح ونلوّح. هنا قرن الفلفل معلقة التوم اللي إحنا حطيناهم للملوخية وإحنا بنفرمهم، أولًا بيدوها طعم، ثانيًا ما بيخلّوش طعمها يتغيّر خالص. هنا بقى حمّرت التومة كده، عايزة لون التومة يكون لونها دهبي، لمّا توصل كده للون القرمشة الحلو بتاعنا كده الجميل. إيه اللي بيميّز الملوخية المصري؟ لو تعرفوا قولوا لي في التعليقات. وثم أنا شايفاكِ اللي ما حطيتيش اشتراك ولا عملتِ لايك ولا عملتِ أي حاجة. على العموم يالّا، كُلّه عند ربنا. هنا الطومة بتاعتي كانت احمرِّت، هاخدها بقى وأنزل بيها فين، على طبق الملوخية بتاعنا الجميل. الملوخية عمرها بُصّي، طول ما أنتِ ما بتعمليها صح عمرها ما تسوَدّ معاكِ. سيبيكِ بقى إن أنتِ تقطّفي الملوخية وتشيليها بقى الورقة بورقتها والكلام ده كلّه لأ. بُصّي بقى الملوخية أمّا نزلت كده أقسم بالله نازلة في قلبي، آه وحياة ربنا كانوا شوية ملوخية، مع إن كانوا معمولين على مَيّة ومكعب مرقة. بُصّي بقى الملوخية هاورّيكِ لون على فكرة وحياة ربنا كان هنا النور قاطع. وبُصّي لونها كان إزاي، يا دوبك كنت شغّالة على كشّاف الموبايل. بُصّي خضار الملوخية، بُصّي القوام بتاعها، فعلًا شوية ملوخية من القلب للقلب. هنا بقى جبنا الملوخية اللي إحنا عملناها نسيبها لمّا تبرد،
لمّا تبرد. بُصّي الخضار بتاعها، هاعبّيها بقى في أكياس بقى على حسب الوجبة اللي أنا هاعملها، وثانيًا لازم أطلّع الهوا كويس من الأكياس، ما اخلّيش فيها هوا خالص، بس وكده أنا فرّزتها في أكياس، وادي الملوخية اللي إحنا عملناها وبس وخلصت على كده. بالله عليكِ، بالله عليكِ، بالله عليكِ، اعملي لي اشتراك عشان يوصل لِك كل جديد منّي، وتعبي ده ما يروحش على الفاضي. يالّا السلام عليكم.